السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. قريب جدا هينزل مصر عربية كهرباء بالكامل لأول مرة من فولفو، وهي فولفو اي اكس 30. اللي ما يعرفش بقى كتير عن شركة فولفو، فهي شركة تحسها كده بقى لوحدها خالص كده في عالم موازي، مش بتنافسن على حد ومش هاممها حد أصلا. فاللي بيركبوا فولفو تحسهم مثلا ناس يعني واثقين قوي في نفسهم وفي العلامة، وده طبعا حقهم، حاجة كويسة جدا تبقى واثق في العلامة بتاعتك، وفي نفس الوقت بيحبوا البساطة قوي، بيحبوا القوة قوي. طبعا دي حاجة معروفة أصلا عربيات فولفو، وعربيات فولفو أصلا معروفة بالقوة من زمان. لكن فولفو اي اكس 30 عربيه بقى لوحدها، عربيه مختلفه. يعني ايه بقى؟ يعني هم بيصنفوا العربيه دي انها اصغر واسرع عربياتهم. هي عربيه اس يو في لكن صغيره، التسارع بتاعها بيوصل ل 3.5 ثانيه من الصفر ل 100 كيلو في الفئه الاعلى بتاعتها اللي هي دول موتور او توين موتور. ده يودينا بقى الارقام العربيه وارقام الاداء بتاعها. العربيه اتقدمت في الامارات بثلاث فئات، وده فعلا اللي بينزل بقى في اوروبا، بتنزل بثلاث فئات. اسعارهم في الامارات: اول فئه بتكون ب 149,900 درهم، وتاني فئه بتكون ب 177,900 درهم، وتالت فئه ب 205,900 درهم. اول فئه كده بالمصري يعتبر 2 مليون 26,000. تاني فئه بالمصري 2 مليون و405,000. تالت فئه بالمصري 2 مليون 783,000. يعني العربيه كده بقى بتتكلم في 2 مليون كده اول رينج ليها، ده في الامارات. مش عارفين طبعا لما تنزل مصر ممكن تبقى ايه باسعار ايه. الفئه الاولى اللي فيها بتكون بموتور واحد بس، مدى السير بقى 440 كيلو متر في الشحنه الواحده، والموتور ده بيبقى بقوه 270 حصان 343 نيوتن، والتسارع بيكون في زمن 5 ثواني و7 من 10. بيبقى بقى اقصى سرعه العربيه 180 كيلو متر في الساعه. الفئه الثانيه برضو موتور واحد بس مع بطاريه بقى اكبر، عشان بقى تبقى المدى بتاعتها اكبر من الفئه الاولانيه، بتكون مدى 476 كيلو متر في الشحنه الواحده. الفئه الثالثه بيبقى ايه موتورين بقى، واحد للعجل اللي قدام وواحد للعجل اللي ورا. يعني ايه توين موتور؟ او بتسمى بقى عربيه ايه بيرفورمانس. تمام، بتبقى بدافع رباعي، بتكون بقى بقوه 428 حصان 543 نيوتن، مدى سير 455 كيلو متر في الشحنه الواحده، والسرعه بتاعها بقى بتكون في زمن اقل من الفئتين الاولانيين، بتكون في زمن 3 ثواني ونص عشان توصل بقى من 0 ل 100. بالنسبه لشحن البطاريه فبيكون في زمن 26 دقيقه بقى تقدر تشحن البطاريه من 10% ل 80%، وده يعتبر زمن كويس جدا بالنسبه لشحن بطاريه كهرباء. وده طبعا الشحن السريع بتاعها. العربيه بقى حندوقه قوي كده وصغيره في تصميمها. الطول بتاعها بيكون 2 متر و33 سم، والعرض متر و83 سم، وطول قاعة العجلات 2 متر و65 سم. الكلام ده كله بقى بيجي مع شنطة مساحتها صغيرة 318 لتر، لكن المساحة بقى دي تقدر تكبرها لما تتني الكلمة بتوصل لأكتر من 900 لتر. تصميم سيمبل جدا للعربية وجذاب، عربية كتكوتة كده صغننة، مفيش بقى قدام شبكة، طبعا عربية كهرباء فما فيهاش شبكة من قدام. وتحت الكابوت بقى بتلاقي الكابلات بتاعة البطارية، علامة فولفو بتلاقيها من قدام كده جواها كمان. عربية برده سيمبل جدا، ما بتلاقيش بقى فيها بهرجة من قدام ولا حتى من ورا. عربية يعني سيمبل صغننة، عربية ما تلاقيش بقى فيها ايه تفاصيل كتير. بس طبعا هي جميله جدا. الانوار قدام بتكون برضو شكلها مميز جدا، وتكون طبعا LED. ومن جنب العربيه برضو سيمبل. على فكره العربيه بتخش لها بقى بايه بكارت، يعني تحط الكارت في المكان ده فتخش العربيه شغل عالي بقى. المرايات كمان على فكره المرايه لازقه في الكفر بتاعها، يعني كف المرايه نفسه بيتقال عليه كف مرايه، اللي هو بيتحرك لما تيجي ايه تحرك زرار المرايات، اسمه كف المرايه. ده بيتحرك مع المرايه نفسها مع الكفر بتاعها، فالاثنين واحده واحده هتحرك الحاجه دي بتحركهم مع بعض. الجنوط كمان بتيجي 20 بوصه، جنوط مقفوله شكلها شيك جدا. والعربيه بالمناسبه نفس الشاسيه بتاع جيلي جيومتري سي. عارفين طبعا ان جيلي وفولفو هي دلوقتي شركه واحده تبع جيلي، وكمان برضو نفس الشاسيه بتاع زيكر اكس، لان زيكر اكس برضو تبع جيلي. فالشاسيه بتاع العربيات دي هو نفس الشاسيه برضو بتاع فولفو اي اكس 30. من ورا بقى هتلاقي العربيه برضو شكلها بسيط جدا وسيمبل زي ما موجود في معظم عربيات فولفو. شكل بقى الفوانيس اللي بيكون على القايم، تمام، هنا بقى شكل الفوانيس كده سيمبل جدا، وعباره عن يعتبر فانوسين منفصلين او وحدات منفصله فوق وتحت، والوحدات شكلها شيك جدا. لما تسيب بقى العربيه من بره خالص وتفتح باب العربيه من جوه هتلاقي مقبض الباب شكله شيك جدا وجميل. وهتلاحظ بقى حاجه غريبه جدا، مفيش زراير خالص في الباب. طب بقى تتحكم في المرايات ازاي وفي الازاز؟ الكلام ده كله هتلاقيه جوه في الكونسول، شكله شيك جدا، حاجه سيمبل جدا يعني. مواد بقى بطن الابواب تحسها شبه الرخام كده، مواد معاد تصنيعها. طبعا هو بيتكلموا ان العربيه صديقه للبيئه، حاجه عظمه بصراحه. مساحات جوه العربيه حلوه مش وحشه، مش اكبر حاجه، لان العربيه برده محندقه وصغيره، والفرش هنا جامد جدا، مواد معاد تصنيعها برده زي ما قلنا، جلد جميل، مع بقى درج هنا شكله شيك تقدر بقى تشيله خالص من مكانه. وكمان هتلاقي فتحات تكييف. قدام بقى في كابينه السواق هتلاقي حاجات بسيطه جدا يعني حاجات قليله بس فيها بقى ايه البهاريز كلها. يعني هتلاقي شاشه واحده بس بشكل عمودي كده، وسماعه واحده بس برضو. السماعه دي فيها بقى ايه بتوزع الصوت على باقي العربيه. الشاشه دي 12 واحد من 10 بوصه، تقدر بقى تتحكم من خلالها في كل حاجه في العربيه: المرايات والاضاءات والتكييف والصوت واعداد السرعه والطريق وحالته وانظمه مساعده السائق. والشاشه دي بقى بيكون فيها نظام جوجل اوتوموتيف، وكمان بيكون فيها جوجل اسيستنت وجوجل بودكاست، وكمان فيها السبوتيفاي. جنب الشاشه بقى الطاره جميله جدا وشيك، فيها تحكمات برضو على الجنبين عشان تكمل بقى التحكم برضو في الشاشه.
وقدام الطاره دي هنلاقي كاميرا صغيره كده بتقرا بقى البؤبؤ بتاع العين، النني بتاع العين نفسه، عشان لو حضرتك كنت بقى سايق ركزت في حاجه تانية غير العربيه نفسها والسواقه، مرات بقى تقول لك لا ركز يا حبيبي كده وخليك معانا ما تضيعناش. موجود برضو سماعه واحده بس كده فوق التابلو من هارمون كاردن، دي بقى بتوزع الصوت على باقي العربيه، ودول هي التابلو بيجي في مكان شيك جدا تحت الشاشه. طب عايز تفتحه بقى منين؟ تفتحه برضو من الشاشه نفسها. الشاشه هنا يا جماعه جوه العربيه هي روح العربيه، وهتلاقي بقى موجود شاحن وايرلس، وهتلاقي مساحات تخزين كتيره مع كاب هولدرز برضو بيطلع كده من الكونسول الوسطي شكله شيك جدا. وكمان موجود بقى كمان هنا ايه زرار فتح الازاز اللي قدام واللي ورا. طب تفتح بقى المرايات منين؟ زي ما قلنا من الشاشه. المواد اللي جوه العربيه كلها معاد تصنيعها، مواد معاد تصنيعها صديقه للبيئه، بيتكلموا بقى ان هم يحافظوا على البيئه. والعربيه يا جماعه لما تيجي تبص لها في العاده تحس انها عربيه عاديه صغيره وبسيطه، وعربيه يعني ايه سيمبل كده، كتكوته صغيره خالص، لكن لما تيجي تركز فيها هتلاقيهم مركزين في كل التفاصيل، مستغلين بقى كل المساحات، كل حاجه هنا بقى بالنسبه لهم عايز تحكم فيها مثلا من حاجه واحده بس. كمان مدينك بقى مدى طويل جدا للعربيه، عربيه اوروبيه فطبعا المدى ده حقيقي مش زي العربيات بقى الصيني. العربيه كمان سريعه جدا على الطريق، بتتكلم بقى بزمن 3 ثواني ونص عشان توصل من 0 ل 100، ده بقى في النسخه الاعلى او الفئه الاعلى اللي هي اصلا بتنزل بقى دفع رباعي، عشان لو عايز فئه دفع رباعي في العربيه. مفيش بقى في عربيه فولفو، في العربيه دي كمان بهرجه بقى كده من بره، بس تحس انها تخطف عينيك. عربيه زي ما قلنا صديقه للبيئه، مواد كلها مواد تصنيعها. عوامل الامان بقى لو حضرتك بتتكلم عنها، فطبعا شركه فولفو غنيه عن التعريف في عوامل الامان. شركه فولفو بقى هي اللي اخترعت اساسا حزام الامان، وليها طبعا براءه اختراع في حاجه زي كده، فما تفكرش بقى وتتكلمش وما تشغلش بالك خالص بعوامل الامان. قريب جدا ان شاء الله هنشوف العربيه دي في مصر مع توكيل عز العرب، وكيل بقى علامه فولفو، اللي هنشوف برضه هو هيقدمها في السوق بكام. وبس كده بقى في الاخر، لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ونقابل حضراتكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.